يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بداية غريبة. المهم يعني بما اني والله انا ما كنتش ناوية اصور، بس بما ان انا قاعدة على الموبايل من ساعتها ومش راضية اقوم اشوف اللي ورايا، فقلت ليه ما نظمش يومي معاكم كده ايه وايه. لما انا بصور بعرف اظبط يومي. تمام، فيلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هرتب سريري وهنزل افطر عشان عندي دروس وعندي حاجات كتير قوي النهارده. طبعا روقت السرير بتاعي، ودلوقتي انا جايلكم بفكره فيديو تحفه قوي، هو تحدي عدم الكسل، لان انا كسوله والله العظيم، انا كسوله جدا. فاحنا هنعمل تحدي عدم الكسل اللي هو ايه، لما عاوزه اعمل حاجه هقوم اعملها فورا بدون تسويف بدون كسل بدون اي حاجه. فيلا لو انتوا بتشوفوا الفيديو قوموا اعملوا التحدي ده معايا. دلوقتي بقى ايه، هجهز لبس الدروس علشان انا بحب اجهزه بدري جدا. اخترت دي بقى، جهزت الاوتفيت، وهلبس طبعا الشنطة السودا دي اللي بتليق اصلا على معظم لبسي عشان انا معظم لبسي فيه اسود. طبعا بقية الاوتفيت ما جهزت، فده شميز ودي طرحة. تمام، فهغسلهم بقى وهعملهم علشان ينشفوا كده بدري، علشان الاوتفيت يكون كله جاهز. وطبعا قبل ما اغسلهم في شوية حاجات كده كنت عايزة اكتبها في النوت دي تبع الدرس اللي انا هروحه يعني، وهو الكلام انا مصوراه على الموبايل اللي انا بصور بيه. فهفصل تمام وهكتب الحاجة اللي انا عايزة اكتبها، وهنفطر بقى وهنعمل حاجات كتير جدا النهاردة. وده بصوا انا حاسة ان انا نشيطة اول ما صورت، والله قبل ما اصور ما كنتش نشيطة خالص، كنت نايمة وخلاص. فهكتب الحاجة واجيلكم. اصلا يا جماعة ان انا كنت كاتبة الحاجة، ف هغسل بقى الهدوم اللي انا قلتلكوا عليها وهفطر. وانا مش عايزة اسيب فتفوتة في اليوم بجد، غير وان انا عملت فيها حاجة عشان افرح. بجد انا بفرح جدا لما بعمل الحاجة دي. دلوقتي بقى ايه، هملأ ازازة المية دي وهسقعها في التلاجة علشان لما اروح الدرس تبقى معايا. دلوقتي بقى الفطار جاهز خلاص، كلت وبدأت بقى ان انا نضفت بقى وكنست ومسحت ورشيت المعطر ده. خلصت تنظيف اصلا من بقالي فترة كده، نضفت شوية حاجات كده. وطبعا لميت الهدوم اللي هي كانت مغسولة اللي انا قلت لكم عايزة اغسلها، لميتها خلصت. ومسحت الكوتشي بتاعي. يا نهار ابيض، لسه 4 دقايق وهلبس. هنا بقى وصلت لمكان الدرس اخيرا بعد ما ركبت المواصلات بتاعتي بقى، ووصلت اخيرا الحمد لله بعد ما كنت متأخرة. وطلعت ان انا ما كنتش متأخرة ولا اي حاجة يعني. المهم وصلت بقى، فضلت ماشية كتير كده. انتوا عارفين طبعا الطريق ده من الفلوج اللي فات، الطريق ده بياخد مني موال حرفيا، بفضل ماشية 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 ماشية. بنوصل يعني بعد فين وفين، حرفيا انا بختصر كمان يعني كل شوية افصل الكاميرا وبعدين اعيدها تاني، افصل وبعدين اعيدها تاني على ما اوصل حتة بقى. فاهمين؟ فانتوا عارفين بقى طبعا ان الطريق ده، انتوا اكيد شفتوا الفلوج اللي فات، لما شفتوه اكيد عرفتوا الطريق ده هو بقى نفس الدرس ونفس الطريق. فتعودوا بقى على المشي الكتير ده، فاحنا نمشي كتير. ده لسه وانا رايحه الدرس كمان يعني، انا لسه ما جيتش من الدرس وخلصت، لا ده انا لسه رايحه الدرس. والحمد لله لما وصلت بقى فضلت واقفه متذنبه يا جماعه بجد اهو. انا فضلت هنا واقفه مستنيه مستنيه مستنيه. المره اللي فاتت لا مصوره لكم من نفس المكان، قال لكم ما كملتش دقيقتين ولا 3 كده ودخلت. هنا بقى المره دي فضلت واقفه كتير جدا، يجي بحوالي 10 دقايق كده او حاجه. تمام، قعدنا نتكلم بقى انا وصحابي، وبرضه الوقت لسه ما خلصتي او لسه دخلناش الدرس وكده بقى. فضلنا نتكلم نتكلم وبرضه مفيش فايدة. اتكلموا براحتكم بقى، هو الدرس لسه ما خلصش، اللي هي المجموعة اللي قبلنا لسه ما خلصتش يعني، ولا احنا لسه دخلنا. والله فضلت واقفة كتير، بس انا هسرع لكم بقى المشهد دلوقتي. يعني انا هسرع لكم دلوقتي، وكمان في اجزاء انا ما صورتهاش كمان من الوقفة دي، فانا هسرع لكم المشهد عشان المشهد طويل جدا وفضلت واقفة كتير جدا. المهم يا جماعة انا سرعته، وما ينفعش اسرعه اكتر من كده عشان هو كده يعتبر سريع خالص اصلا، وكمان لسه ما خلصش يعني انتوا شايفين. عايزه بقى اتكلم معاكم في موضوع، وهو ان المناهج نزلت. طبعا كل اللي عارف ان انا في سنه تانية ثانوي، فالمناهج ما كانتش لسه نزلت واحنا بدأنا دروس اصلا. المناهج نزلت امبارح يا جماعه، بجد حاجه مأساويه جدا. يعني ايه المناهج تنزل؟ لا انا كنت محتاجه ان المناهج تتأجل اكتر من كده، والله بجد انا ما كنتش عايزاها تنزل دلوقتي، لان بقى لما تنزل هنبتدي بقى في الجد اللي هو ايه، مذاكرة بقى ومش عارفة ايه. انا عايزة الاجازة تيجي تاني، بجد انا ما استمتعتش بالاجازة حرفيا، ولا خرجت ولا عملت اي حاجة ولا عملت اي اكتيفيتي في الاجازة. هنا بقى خلصت الدرس، دخلت طبعا وخلصته،
ومشيت ركبت طبعا. انا بقى كنت المره دي قاعده في النص، وانا اكتر حاجه بكرهها ان انا اقعد في النص، بعد كده انا هقعد مكاني على الطرف ماليش دعوه. المهم بعد ما روحت بقى عملت ايه، كنت اتغديت علشان انا ما صورتش الحاجات دي، فاحنا يعتبر نهايه الفلوج عند المشهد ده. بعد ما روحت بقى انا هحكي لكم، اتغديت وبعدها جهزت عشان عندي درس تاني. وبعدين بعد الدرس التاني ده روحت البيت، طبعا ما كانش عندي حاجه بعدها بقى. يعني والله العظيم انا ما عملتش حاجه امبارح بره وكده كتير، يعني اللي هو انا كان عندي درسين وخلاص. يعني اتغديت بعد ما مشيت من الدرس ده، وبعدين رحت الدرس التاني زي ما قلت لكم، وبعدين روحت قعدت اذاكر بقى شويه، اكتب شويه حاجات في النوت بوك، اكتب شويه حاجات عندي في الدروس، الكلام ده. طبعا ولسه ما خلصتش مذاكره لحد دلوقتي، انا وانا بسجل ده تاني يوم حرفيا. فانا ما كنتش لسه خلصت مذاكره ولا خلصت اي حاجه عليا حرفيا، اللي هو انا يعني عملت نص الحاجات اللي عليا والنص التاني لا. وعايزه اقول لكم كمان ان انا دروسي لسه ما ظبطتهاش، يعني انا لسه ما اعرفش في دروس كده، ما اعرفش لسه هروح فين ولا هعمل ايه فيها، ولا هاخد اونلاين ولا هعمل ايه، لسه ما اعرفش. بس كده انا ما طورتش حاجه تانية في اليوم غير ده. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه ولايك، وسلام.